بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة أمين للطبخ والحلويات. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة تاع اللوبيا في الكوشة. راك تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا كما راكم تشوفوا درت اللوبيا تاعي كمية تفضلوها نتوما على حسب أفراد العائلة. كنت منفختها البارح، ليلة من قبل، ودرتها في الكيكوطة، بلحت عليها مع شوية تاع البصلة، نص حبة بصلة وفص تاع الثوم وشوية ملح، وبلحت عليها الكيكوطة. خليتها طيب. وهنا بعد ما طابت لي اللوبيا جيت نوجد معاكم هاد الدرسه. هنا درت كما راكم تشوفوا مقله ولا كاسرونه ولا اللي عندكم. ديروا فيها شويه تاع الزيت، شويه طماطيش مصبره كما راكم تشوفوا، مغرف كبيره ولا مغرف ونص، وقلوها في الزيت مليح. ومن جهه اخرى تجيبوا كميه تاع لبس بها تاع معدنوس، وترابوا عليها 3 فصوص ولا 4 تاع الثوم، وتدقوها ديروها في مهرز وتدقوها مليح، وتضيفوها للطماطم اللي كانت تقلات عندي هنا كما راكم تشوفوا في الصوره. تضيفوا لها هذيك الدرسه وتقلوها مليح، وتضيفوا لها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كركم، واللي تبغي الزعفران دير زعفران. وكما راكم تشوفوا وتخلطوا مليح حتى تقلى هذاك الدرسه مع الطوماطيش تاع القوطي. هنا بعد ما تقلت عندي هذيك الدرسه، هذا هو الشكل تاعها النهائي. هنا نصفي اللوبيا تاعي بعد ما طابت، نصفيها مع شويه تاع المرق، ما نصفيهاش بوحدها. راك تشوفوا في الصوره، راه كلشي موضح في الصوره. ونخلط معاها هذيك الدرسه اللي كنت قليتها. نخلط جميع المكونات مع بعض، ونزيد لها هنايا شرائح تاع الفرماج، اي نوع تاع فرماج عندكم، جبن موتزاريلا ولا شيدر ولا تاع الميزان عادي، جبن ابيض. وتخلطوه معاها بهذه الطريقه، وتخلطوا مليح حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. خلطوه مليح، ونجيبوا البلا تاعنا اللي كنت دهنته مقبل بشويه تاع الزيت، ولا ما تدهنوش ماشي مشروط، وتفرغوا فيه اللوبيا اللي كنا حضرناها بهذه الطريقة. تخلطوا مليح كما راكم تشوفوا، تخلطوا مليح باش هذاك الدرسه مع اللوبيا كلشي يولي خليط واحد. ونجيبوا لا شابليغ. هنا يخصك الملح زيدي، انا دقت وقيتها خصها شويه تاع الملح. نجيبوا لا شابليغ، خبز اليابس مطحون، وندروا على السطح تاعه كما كما تشوفوا. ندري على كامل السطح بهذا الشكل. ونزيد قطع تاع زبدة، نديرها من الفوق، ما تكثروش بزاف. ندير على كامل السطح كما راكم تشوفوا شويه تاع الزبده. ونزيد فرماج رابي اختياري، اللي بغات دير واللي ما بغاتش واللي ما عندهاش ما ديرش، ماشي ضروري. هاد الخطوه تاع الجبن مبشور. وندخلها للفرن اللي كنت سخنته من قبل، اعلى درجه. نعاود نقص لها شويه النار، ونخليها تتجمر شويه ماشي بزاف. هنا نصيحه ليكم ما تخلوهاش تنشف لكم بزاف في الفرن، وعسوها ما تخلوهاش طيب لكم بزاف كما قلت لكم باش ما تنشفش وتجيكم ناشفه. هنا هذه هي اللوبيا تاعي بعد ما طابت. هنا من الاحسن تنتكل سخونه، ما تنتكلش بارده خاطش تزيد تشرب. وهذاك الماء اللي طابت فيه اللوبيا ما ترموش، قعدوا محتفظين به باش لا نشفت لكم ولا تقدروا تزيدوا منه. وانا بهذه المناسبه نقدم تحيه كبيره لصاحبه هذه الوصفه اللي هي خاله الزوج تاعي، وانا تاني نعتبرها خالتي. نقولها الله يعطيك الصحه ويشد لك في وليداتك وفي صحتك يا رب العالمين. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم. نقول لكم مع السلامه.